هي المية مهمة؟ طبعا مهمة. طب هي المية أنواع؟ أكيد أنواع. طب ما بينا نفهم. يلا بينا نفهم. الطلاب الأعزاء طلاب الصف الخامس عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال دائما وأبدا. يلا بينا دلوقتي نشرح الدرس الأول في الوحدة الثانية اللي بعنوان موارد المياه في بلدنا. يلا بينا نفهم. يلا بينا ونقول بسم الله. في الأول الأصدقاء الأعزاء هنعمل إيه؟ أول حاجة لازم نعملها عشان نفهم الدرس ده كويس نعمل لايك ونشير الفيديو مع كل أصحابنا. الدرس بعنوان إيه؟ موارد المياه في بلدي. الدرس عبارة عن إيه؟ الدرس عبارة عن كلمتين سهلين: موارد المياه. هنفهم يعني ايه موارد، ده النص الاولاني، والنص التاني هنفهم يعني ايه مياه. كلنا عارفين يعني ايه، بس نعرف شوية معلومات اكتر. نبتدي بالموارد واقول لك هو يعني ايه موارد اصلا. موارد هي كل الاشياء التي تشبه حاجات الانسان. تاني، هي كل الاشياء التي تشبه حاجات الانسان. يعني ايه حاجات؟ اقول لك يا صديقي، هو انا عطشان بعمل ايه؟ اقول لك بروح اشرب. او الشعور بالعطش ده حاجة. طب المورد شوية المية اللي انا بشربهم. طب انا جعان، تقول لي الشعور بالجوع ده حاجة. طب اسد الشعور ده ازاي؟ تقول لي اكل على طول. يبقى الاكل هنا مورد، والجوع هنا حاجة. انا عايز اتنفس، تقول لي ده شعور بالحاجة. طيب ايه المورد؟ الهواء اللي حواليا. اديك عرفت دلوقتي يعني ايه موارد. نقول التعريف تاني: هو كل الاشياء التي يمكن ان تشبه حاجات الانسان. يا صديقي ده تعريف الموارد، عايزك تحفظه كويس. السؤال التاني: هي الموارد انواع؟ تقول لي على طول يا مستر ايوه الموارد انواع. طب ايه هي انواع الموارد؟ تقول لي على طول انا عندي نوعين من الموارد. في موارد اسمها موارد حرة، في موارد تانية اسمها موارد نادرة. يعني ايه موارد حرة؟ تقول لي الموارد الحرة يعني كتير. كتير يعني ايه؟ يعني اكتر ما مما انا محتاج، موجودة بشكل كتير جدا حواليا. انما الموارد النادرة دي موجودة بشكل قليل. ادي اول اختلاف لازم تعرفه، وده سؤال منتشر جدا. الموارد الحرة اكتر من احتياجي، انما الموارد النادرة اقل من احتياجي، يعني لازم انا احافظ عليها. يبقى الموارد الحرة موجودة بكميات تفي حاجة السكان، يعني السكان بيحتاجوها ويلاقوها. طب دي زي ايه؟ اقول لك زي المية المالحة، زي الهواء موجود في كل حتة. ايوه. زي كمان الشمس موجودة في كل مكان حوالينا. يبقى دي اسمها موارد حرة لانها موجودة بشكل كبير جدا. نقول تاني ايه هي؟ تقول لي زي المية المالحة، تقول لي زي أشعة الشمس، تقول لي زي الهواء. دي موارد حرة وموجودة بشكل كبير جدا. إنما الموارد النادرة موجودة بشكل أقل من احتياجي، يعني فيها مشكلة، ولو قلت يحصل لي أنا مشكلة. طب دي زي إيه؟ دي زي المية العذبة. طب وإيه زي إيه كمان؟ تقول لي زي التربة الخصبة، وتقول لي كمان زي مصادر الطاقة. دول كلهم بنسميهم موارد نادرة، يعني موجودة أقل مما أنا محتاج. يبقى أنا عرفت دلوقتي أنواع الموارد. نقول تاني أنواع الموارد: موارد حرة وموارد نادرة. الموارد الحرة أكتر مما أنا محتاج، ودي زي إيه؟ تقول لي زي الطاقة الشمسية، الشمس، الهواء، المية المالحة. طيب الموارد النادرة تقول لي موجودة أقل مما أنا محتاج، يعني فيها مشكلة، ودي زي المية العذبة والتربة الخصبة والطاقة. ايه تاني لازم نعرفه في الموارد؟ اقول لك ولا حاجة، ادا نص الدرس خلص. ادا دلوقتي كلمة الموارد وخلصناها. لسنا كلمة ايه؟ المياه. تيجي نعرف عنها شوية معلومات. بس الاول تقول لي الموارد هي كل الاشياء التي يمكن ان تشبه حاجة الانسان. طب في منها كم نوع يا صديقي؟ تقول لي 2. ايه هي؟ تقول لي موارد حرة موجودة بشكل كبير وكتير، وموارد نادرة ودي موجودة بشكل قليل. طب زي ايه موارد حرة؟ تقول لي الموارد الحرة زي الهواء، زي المية المالحة، الهواء، الطاقة الشمسية. طب النادرة تقول لي المية العذبة والتربة الخصبة، مصادر الطاقة. انا كده قلت ايه؟ الموارد. بينا على المية. في الاول كده، هو كوكب الارض بيتكون من ايه؟ تقول لي كوكب الارض بيتكون من حاجتين: ماء ويابس. كوكب الأرض كله فيه حاجتين أساسيتين اللي هم مية، يابس. طيب هي المية نسبتها قد ايه من كوكب الأرض؟ تقول لي نسبتها 71%.
طب اليابس 29%. فده معناه ان المية اكتر بكتير من اليابس. اليابس ده المكان اللي احنا عايشين فيه، الارض اللي احنا واقفين عليها، ده اسمه يابس. طب المية قلنا كام؟ 71%، انما اليابس 29%. المية على كوكب الارض بتنقسم لنوعين: مياه مالحة ومياه عذبة. احنا عرفنا نسبة المية 71. طيب ال71 دول بيتقسموا قد ايه؟ مياه مالحة ومياه عذبة. طب نسبة المياه المالحة قد ايه؟ تقول لي المياه المالحة بتساوي 96.5%، انما المياه العذبة قليلة اللي هي كام يعني؟ 3.5%. فمعنى كده ان المياه المالحة موجودة بشكل كبير جدا 96.5، فعشان كده قلنا عليها موارد ايه؟ شاطر، موارد حرة. انما المياه العذبة 3.5%، فمعنى كده ان هي قليلة، فتبقى موارد ايه يا صديقي؟ تقولي موارد نادرة يا مستر. طب فكرني كده بعنوان الدرس: موارد المياه في بلدي. انا خدت يعني ايه موارد وعرفت يعني ايه مياه. تعالى بقى الكلمة التانية اللي في الدرس: بلدي. انا هعرف موارد المياه جوه بلدي الغالية علينا مصر. طيب يا صديقي قول لي بقى، هي المية في مصر انواع برضو؟ تقول لي زي ما هي في العالم انواع هتبقى في مصر انواع. طيب المية في مصر ايه؟ تقول لي عذبة ومالحة. طيب ابتدي بمين؟ اقول لك ابتدي بالعذبة لان دي اللي فيها مشكلة عندنا. طيب انا لو خدت رحلة كده وسافرت مصر كلها، ممكن الاقي مية عذبة فين؟ تقول لي الاقي مية عذبة في نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر. الثلاثة دول مكان واحد، نهر النيل يعني نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر. دول أول مصدر للمياه العذبة في مصر. طب تاني مصدر؟ تقول لي تاني مصدر هو الأمطار الشتوية. مش في الشتاء الدنيا بتمطر؟ المطر ده مياه عذبة برضه. تالت مصدر للمياه العذبة في مصر هو المياه الجوفية، والمياه الجوفية دي اللي موجودة تحت الأرض وهشرحها لك، ما تستعجلش. يبقى أنا عندي كم مصدر للمياه العذبة؟ تقول لي 3. إيه هم؟ نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر، الأمطار الشتوية، المياه الجوفية. تعال بقى ناخد واحدة واحدة من دول ونعرف عنها معلومة أو 2 مش كتير. يلا بينا. أول مصدر يا صديقي هو نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد وبحيرة ناصر. دول بيجيبوا لي مية قد إيه كل سنة؟ أقول لك دول بيجيبوا لي 55.5 مليار متر مكعب كل سنة. دول بيدخلوا مصر وبنستخدمهم في حاجات كتير. يبقى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر بيجيبوا لي مية قد إيه؟ وركز في الرقم: 55.5، 5 مليار متر مكعب. طب يا صديقي هو أنا بستخدم المية دي في إيه؟ تقول لي على طول أهم استخدام للمية العذبة بتاعت نهر النيل في الزراعة وصيد الأسماك. تاني حاجة الاستخدامات المنزلية والمنشآت العامة. مش احنا كلنا في البيت بنستخدم المية؟ غالبا المية دي جاية من نهر النيل. تالت استخدام في نقل البضائع، في مراكب صغيرة كده بتمشي في نهر النيل تنقل البضائع، يبقى في النقل. رابع استخدام في السياحة والصناعة. في السياحة تقول السياحة ازاي؟ اقول لك في سياح بيجوا ياخدوا مراكب ويتفسحوا في نهر النيل، السياحة. والصناعة اقول لك المياه العذبة دي اساس صناعات كتيرة قوي، يبقى ده الصناعة والسياحة. يبقى نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر مالهم؟ بيجيبوا لي مية قد ايه؟ 55.5 مليار متر مكعب يا صاحبي. طب بستخدمهم في ايه؟ تقول لي زراعة وصيد اسماك. استخدامات المنزلية والمنشآت. تقول لي كمان في نقل البضائع، واخيرا في السياحة والصناعة. ادي اول مصدر وخلصناه. طب بينا على المصدر التاني، فاكر هو كان ايه؟ ايوه الله ينور عليك، هو الامطار الشتوية. في فصل الشتاء نلاقي ان الدنيا تبدأ تمطر. طيب هي الدنيا بتمطر في مصر كلها؟ اقول لك لا يا صاحبي، مش في مصر كلها طبعا. طب فين؟ تقول لي في الساحل الشمالي، في اجزاء مصر الشمالية بتسقط الامطار. طب هي المطر ده اقدر استخدمه في السياحة والشرب بشكل كبير زي نهر النيل؟ تقول لي على طول لا. طب ليه يا مستر؟ ده سؤال مهم. بما تفسر لا يمكن الاعتماد على مياه الامطار بشكل رئيسي. ليه؟ تقول لي عشان هذه الامطار نسبتها مختلفة من سنة لسنة. يعني في سنة الاقي المية دي كتير وسنة تانية الاقي المية دي قليلة. يبقى دي ازمة ولا مش ازمة؟ تقول لي على طول ازمة يا مستر.
فيبقى صعب ان انا اعتمد عليها بشكل رئيسي. يبقى دي نقطة. تالت نوع للمية او تالت مصدر للمية العذبة في مصر هي المياه الجوفية. يعني ايه مياه جوفية بقى؟ تقول لي يعني المية اللي بجيبها من تحت الارض. وفي مية تحت الارض؟ اقول لك في خزانات كبيرة موجودة تحت الارض بتتجمع فيها المية. طب عشان اطلعها بعمل ايه؟ اقول لك بنفحر فحرة عميقة توصل للخزان ده، وبعد كده ابدا ارفع المية من خلال مواتير واستخدمها في الزراعة. طب المية دي موجودة فين؟ تقول لي موجودة في الصحراء الغربية جوه الصحراء. عشان كده ممكن الاقي بعض السكان جوه الصحراء. في ناس بتزرع جوه الصحراء رغم ان الصحراء ما فيهاش نيل وما فيهاش امطار، بس فيها ايه؟ مياه جوفية. طيب ايه الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية فيها زراعة؟ اقول لك يا صديقي، عندي واحات الداخلة، واحات الخارجة، الفرافرة، البحرية، سيوة. دول 5 واحات موجودين جوه الصحراء الغربية، بلاقي ناس عايشة فيهم وكمان بيزرعوا. طب ازاي؟ اعتمادا على المياه الجوفية. طيب ايه اشهر خزان بتتخزن فيه المية؟ اقول لك في الصحراء الغربية في خزان ضخم وكبير جدا. اسمه ايه؟ اسمه خزان الحجر الرملي النوبي. ركز في الاسم تاني، خزان الحجر الرملي النوبي. ده موجود في الصحراء الغربية، وفي كميات كبيرة من المية، وسكان الصحراء الغربية بيطلعوا المية دي ويستخدموها في حياتهم. صعبة؟ اعتقد ان هي مش صعبة. ادينا عرفنا ايه هي موارد المياه العذبة في مصر. مصادر المياه العذبة في مصر: نهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر، الامطار الشتوية، المياه الجوفية. ادي المياه العذبة في مصر، واعتقد ان هي مش صعبة. طيب يا صديقي افتكر معايا كده، هو المياه العذبة مورد حر ولا نادر؟ الله ينور عليك، سمعتك، مورد نادر. يبقى لازم نحافظ عليه. تقول لي ايوه يا مستر لازم نحافظ عليه، احنا ما نقدرش نعيش من غير ميه. طب عشان احافظ على الميه العذبه اعمل ايه؟ اقول لك حاجتين. اول حاجه ضبط استهلاك المياه. يعني ايه ضبط استهلاك المياه؟ يعني ما ينفعش افتح الحنفيه واسيبها تجيب ميه كتير كده يا صاحبي، لازم انا اقفلها. لو الحنفيه اللي عندنا بايظه وبتنقط ما نصلحها. ده اسمه ايه؟ ضبط استهلاك الميه. طب تاني حل، ضبط معدلات النمو السكاني. ضبط معدلات النمو السكاني يعني ايه؟ يعني عدد سكان مصر ما يزيدش، لان كل ما عدد السكان زادوا استهلاكهم من الميه زاد، فدي ازمه يا صاحبي. يبقى تاني عشان احافظ على الميه بعمل كام حاجه؟ 2. اول حاجه ضبط استهلاك الميه. 2 توقف النمو السكاني او ضبط النمو السكاني، عددنا ما يزيدش. عشان كده يوم 22 مارس من كل سنه بنعمل يوم قومي للميه. بنعمل ايه يعني؟ اقول لك بنعمل توعية للناس ان هم لازم يحافظوا على الميه العذبة ويحافظوا عليها لانها سر الحياة. يبقى اليوم العالمي للميه يوم ايه؟ 22 مارس من كل سنة. وده بنعمل فيه ايه؟ بنوعي الناس ان هم لازم يحافظوا على المياه. صديقي فكرني كده، هو كوكب الارض نسبة المياه فيه كام؟ 71%. طب واليابس؟ 29%. طب هي المية كم نوع؟ 2: عذب، مالح. طب العذب حر ولا نادر؟ تقول لي العذب ده قليل يبقى نادر، المالح ده كتير يبقى حر. الله ينور يا صديقي، انا كده خلصت المية العذبة. طب ما تيجي على النوع التاني اللي هو المية ايه؟ المالحة. طب يا صديقي هو انا في نفس الرحلة اللي طلعت ادور فيها على المية العذبة هدور برضو على المياه المالحة. ألاقيها فين؟ أقول لك ألاقي المياه المالحة في مصر في البحر المتوسط، ده موجود شمال مصر، والبحر الأحمر شرق مصر، والبحر الأحمر في خليج السويس وخليج العقبة، ودول مياه مالحة برضو. كمان عندي حاجة اسمها بحيرات مصر الشمالية. بحيرات مصر الشمالية دي كلها مليانة مياه مالحة. طيب بحيرات مصر الشمالية دي اسمها ايه؟ اقول لك اول بحيرة اسمها بحيرة البردويل، تاني بحيرة اسمها بحيرة المنزلة، تالت بحيرة اسمها البرولوس، والرابعة والخامسة إتكو ومريوط. دول بحيرات مصر الشمالية موجودين في شمال مصر ومليانين مياه مالحة. تاني نقول أسمائهم: البردويل، المنزلة، البرولوس، إتكو، مريوط. دول بحيرات مالحة. طيب فاكر البحيرة العذبة اللي قلنا عليها لما اتكلمنا على المياه العذبة؟
ايوه الله ينور عليك، بحيرة ناصر. بس دي موجودة فين؟ جنوب مصر. يبقى البحيرة العذبة موجودة في الجنوب، انما البحيرات المالحة شمال. يبقى انا كلمتك كده على المياه المالحة. تاني، البحار والبحيرات. في مصدر تاني للمياه المالحة اقول لك اللي هو المياه الجوفية المالحة. ايه ده؟ يعني هو في مياه جوفية عذبة وفي مياه جوفية مالحة؟ اقول لك يا صديقي، في مياه جوفية مالحة وفي مياه جوفية عذبة. طيب يبقى ما احنا كده، تعال نقول الحاجات اللي فيها مياه مالحة والحاجات اللي فيها مياه عذبة. البحيرات تنفع تبقى مالحة وينفع تبقى عذبة. المياه الجوفية في منها عذب في منها مالح. طيب الانهار اقول لك لا، الانهار دي عذب بس. طب البحار دي مالح بس. ها تمام. تاني، البحار مالحة بس، الانهار عذبة بس. البحيرات لا، دي في منها مالح وفي منها عذب. المياه الجوفية دي في منها مالح وفي منها عذب. طيب انا اتكلمت في الاول عن اهمية المياه العذبة، طب ما تيجي تكلمنا عن اهمية المياه المالحة. اقول لك عينيا. اهمية المياه المالحة بقى، اول حاجة صيد الاسماك. طبعا بنصطاد منها سمك. تاني استخدام ليها نقل البحر، السفن الضخمة العملاقة اللي بتنقل المنتجات من دولة لدولة ومن قارة لقارة، دي بتتنقل في المياه المالحة، اسمه النقل البحري. كمان استخراج الأملاح زي ملح الطعام، الملح اللي بنحطه في الأكل ده جاي من البحار. كمان استخراج البترول والغاز الطبيعي. يبقى دي أهمية المياه المالحة. تاني أهمية المياه المالحة أقول لك صيد الأسماك. 2 النقل البحري. 3 استخراج ملح الطعام. 4 استخراج البترول والغاز الطبيعي. أدى المياه المالحة. آخر حاجة في استخدام المياه المالحة هي تحلية المياه. أنا عندي مشكلة في المياه العذبة ومش لاقيينها كتير، بس المياه المالحة كتير. طب هو ينفع أغير أو أحول المياه المالحة المياه العذبة؟ تقول لي من خلال حاجة اسمها محطات تحلية المياه. اللي بيحصل في المحطات دي أقول لك، محطة دي يعني مبنى كبير باخد المياه المالحة من البحر، أعمل عملية جواها كده تحولها لي إلى مياه عذبة. طب وبعد كده أقدر أشربها؟ جدا. طب مصر عندها محطات تحلية المياه؟ تقول لي موجود. ده احنا عندنا أكبر محطة تحلية المياه المالحة في العالم. وموجودة فين؟ تقول لي موجودة في العين السخنة. تاني، دي أكبر محطة تحلية مياه في العالم، محطة العين السخنة. طيب في محطات تانية أقول لك ده في البحر الأحمر، وفي محافظة السويس، وفي محافظة الإسماعيلية. دول كلهم فيهم محطات لتحلية المياه المالحة، والتحلية دي معناها تحويل المياه المالحة إلى مياه عذبة. الله ينور عليك يا صديقي، أديك فهمت الجزئية دي. يبقى موارد المياه في بلدي صعبة؟ مش صعبة. الله ينور عليك. واحنا كده نكون وصلنا لنهاية الدرس. أتمنى أنك تكون فهمته. في صندوق الوصف هتلاقي لينك، رجاء اضغط على هذا اللينك وهيفتح لك صفحة هتحل الواجب، وبعد كده هتظهر لك الدرجة بتاعتك. قولها لي في صفحة الفيسبوك، تعال قول لي أنا جبت كام عشان أطمن على مستواك. أولياء الأمور والطلاب الأعزاء، في سلام، إلى اللقاء في درس جديد. سلام، إلى اللقاء.